السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين اموركم؟ الحمد لله والشكر لله. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال والظروف وتقبلوا عليا. اليوم غنتقاسم معكم جوج الوصفات: السردين في الكوكوت واللوبيا بلا صوص، عاديه بالطريقه ديالي باش كنصاوبها. سريعه وما فيهاش كثره الطياب. المهم خليكم معايا وغادي تشوفوا كيفاش تنصاوبهم. بسم الله. بديت بالبصله هي الاولى. قطعتها رقيقه قطعتها مزيان، شربتها. وغادي نقطع الربيع، قزبر والمعدنوس. غنقطعهم نتوما رقاق بحال البصله. في نفس الوقت تنقول معكم المقادير والطريقه في نفس الوقت. هنا غنقطع الربيع، غنوجد كل شيء باش نبغي نديرهم مع اللوبيا اصلا عندي مرطبه من البارح. انا مازال ما عمري ما جربت الطريقه اللي نرطبها، هي اللي نطيبها ديريكت. هذه تاع عندي مرطبه اللوبيا رابعه ديال اللوبيا 250 غرام. هنا غسلتها مزيان، نقيتها وغسلتها ودرتها في هذا الماء باتت حتى دابا بغيت نطيبها صافي. وهذا الماء ما ترميش، كنسقي به المحابق دائما. الماء الخضره تنسقي به المحابق ولا بحال هكا ديال العداس ديال اللوبيا كله. المهم شديت الكوكوت، درت فيها هذيك الرابعه ديال اللوبيا، زدت عليها واحد العلبه ديال المطيشه. هذيك المطيشه اللي كنت صوص معكم واحد المره كيفاش نصاوبوا المطيشه ونديروها في الفريغو، نحتفظوا بها في المجمد. هي دابا مطيشه غاليه تنجبدها، هي اللي كنستعمل دايره عاد العلب الصغار صافي. درتها باقا هكاك مجمده. زدت البصله اللي قطعت. تبعوا معايا هاد الطريقه، راها تجي رائعه اللوبيا بها، تجي رائعه. هذه من نصيحه واحد السيده كانت خدامه عند شي ساره، هي اللي قالت لي هاد الطريقه ديال اللوبيا. صافي زدت الربيع، زدت الملحه، ثومه بودره ما عنديش الثومه الطريه، شويه ديال البزار، تحميره، القزبر حبوب والكمون صافي. وجوج وريقات ديال سيدنا موسى وزيت الزيتون. لا ما بغيتش نديرو زيت الزيتون نديرو الزيت العاديه، انا عندي تنطيب بزيت الزيتون صافي. الماء بارد من الروبيني، القياس اللي يطيب لي اللوبيا. على فكره الملحه ما درتش القياس اللي يملحها، درت غير شي شويه غير باش يهرس ديك المسوسه ديالتها، حيت الملحه ما غتخليهاش طيب. راه من الافضل نديروا اللوبيا مسوسه طيب، حتى الطيب هي اللي كنزيدوا فيها الملحه كتقصحها صافي. كنسد الكوكوت، كنديرها في فوق البوطه تتغلى وتنقص عليها. تنجهد دابا البوطه حتى تتغلى وتنقص عليها العافيه وتنخليها تطيب على خاطرها صافي. القياس اللي يطيب ليا اللوبيا. هنا عندي واحد الكوكوت صغيره درت فيها. انا دابا غنطيب السردين في الكوكوت. شديت درت معلقه ديال الزيت تقريبا في الكوكوت، دهنت بها الكوكوت من التحت غير الزيت العاديه. كناخذ واحد شويه السردين كان بقى ليا من البارح، درته في الفران تقريبا ما كاملش نص كيلو. كنشد بيت من الشف. هذا هو السر ديال هذا السردين، كي خاصو يبات ناشف. تنشد السرديله من الوسط، كندير فيها شويه ديال الملحه وكنسرح فيها ديك المليحه القياس وتنستفها في الكوكوت. كنبقى حتى تنستف داك السرديل كامل. السرديل زوين رقيق وجديد. المهم عجبني هذاك باش بغيت نجرب معكم هذه الوصفه. كنت كنديرها قديمه ودابا تفكرتها وبغيت نصاوبها معكم صافي. استفت فيها السردين كامل اللي عندي، راه قلت لكم ما كاملش نص كيلو مع رقيق، ما كاملش نص كيلو. درت فيها جوج وريقات ديال سيدنا موسى، جوج رويصات ديال السودانيه، ودرت فيها نص كاس ديال الزيت العاديه، نص كاس.
هاد الكاسيس الصغير ديال الاتاي، ماشي كاس العنبه، تقريبا نص كاس. صافي الملحه راني ملحاها. صافي سديت عليها الكوكوت، كتغلى تنقص، كتبدا تصفر، تنقص عليها الكوكوت، تنخليها شميعه وتنخليها نص ساعه. كل مره تنجي تنحركها مده نص ساعه. صافي تنحل الكوكوت ديالي، تنلقى السردين هو هذاك. خليكم معايا وغادي تشوفوه. دابا تقريبا شي ساعه هذه ديال تقريبا باش سديت على اللوبيا، لقيتها هي هذيك، غير واحد شويه اللي خاصه. زدت الملحه، اما البلولك هو هذاك الروا اللي رويت هو هذاك. زدت القياس ديال الملحه ملحتها، وداك الرويس ديال الفلفله. صافي وسديت عليه وخليتها تقريبا شي ربع ساعه. ناقص عليها العافيه، عي صفرا تنقص عليها العافيه تقريبا ربع ساعه اللي جلسات حتى طابت ديك الفليفله. صافي وحليت عليها الكوكوت. هانتوما غتشوفوا معايا كلشي ملي طيب. صافي دابا غادي تصفر الكوكوت وغادي نخليها كما قلت لكم ربع ساعه وغادي نحل عليها. صافي هنا دازت نص ساعه، حليت على السردين. هانتوما شوفوا كي تيجي رائع، تيجي رائع رائع. ها هو ولدي حماق عليه. مع ولدي ما كنت كنديروا لولادي الكبار عارفين هذه الوصفه. ولدي الصغير اول مره كان طيب هذا السردين، عجبو حماق عليه. دابا حليت الكوكوطه، شفتوا السردين ملي طاب. ودابا غنشوفوا اللوبيا. ها هي شوفوا كي جات، راه خليتها حتى بردات. كنت ما تساليت الشقه، سديت عليها وحتى ساليت الشقه هي اللي جيت قلبتها لقيتها هي هذيك. دابا صافي غنحطو نتغداو. صافي هو انا غادي صافي في طبق تقديم اللوبيا وداك الرويس ديال الفلفله هو الاول. صافي راه ما نقول لكمش على بنه تجي في هاد اللوبيا، ما نقول لكمش على بنه، راه كتجي رائعه وسهله في طيابها. ما فيهاش قوه حل سد حل سد مره واحده. وما اللي ما بغاش يدير الفلفله بلا ما يحل على جوج مرات، غير مره واحده يسد عليها حتى تطيب وحل. هي اللي تيملح، حيت الملحه كما قلت لكم في الاول ما كتخليهاش طيب بسرعه، تتعطل في الطياب. صافي هي اللوبيا ديالتنا رائعه. والبنه يا سلام. انا ما كنستعملش مطيشه الحك في اللوبيا هذه، ما تابعتوش ليها في الفيديو. ما كنستعملش مطيشه الحك، تندير غير مطيشه طريه. ملي كتكون رخيصه تنشريها، تنطحنها كنديرها في المجمد. الوقت ملي كتغلى هي اللي كنستعمل. هانتي دابا استعملتها كما شفتوا. دابا ها السردين ديالي غادي نحطو في طبق التقديم. شوفوا كي تيجي، راه كيجي بحال السردين المعلب. هاد الوصفه ديالي كما قلت لكم انا راه ديالي قديمه. واحد الصديقه ديالي عطاتها لي تقريبا في 93 او 94 هاد الوصفه، ومن تما وانا تنستعملها. حتى ملو منها ولادي مابقيتش كنديرها. ودابا تفكرتها ودرتها لولدي الصغير، حماق عليها عجباتو، وغادي نولي نديرها ليه مره. كالو بلا خبز هاد السردين، كالو بلا خبز. نتمنى تجربوا هاد الوصفات بجوجات. هاد الاقتراحات، جوج اقتراحات ديالي، نتمنى تجربوهم، راهم رائعين وما غاديش تندموا عليهم، غتردوا عليا الخبار. هنا درت معهم واحد شويه الزيتون، شرملته. دابا واقفه دغيا شرملته. غندير معكم الطريقه باش كنشرمل الزيتون. هذا راه الزيتون اللي صوت معكم عام الاول في الفيديو. دابا حليته اليوم، هي اللي حليت ديك القرعه، راه جات رائعه وبنينه. وغادي نبغي نشرملها. غادي نتشارك معكم الطريقه باش غنشرمل الزيتون ان شاء الله في فيديو في عما قريب ان شاء الله، لان دابا وقت الزيتون خاصنا نتناولوه. نتمنى هاد الغدايا يعجبكم وتقبلوا عليا، ونتمنى نكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده.